شرفني النهارده ريناد محمد. اتبسطت معاه جدا. كنت مبسوط قوي بجد انا والله. اكتر. انت اول مره تعملي انا حاجه اول مره بتاعت؟ اعمل حاجه زي دي. طب كويس. بس لا، التجربه حلوه وانبسطت. لا، وهو الموضوع يعجبهم جدا وان ان شاء الله شاء تبقى الله. حلقه ان كويسه. انت رايك في شاء حلقه الله. لا، زي بجد؟ الفل، حلوه قوي والله العظيم. عيطتي يا لحقت نفسي على لحقتي اخر نفسك؟ لحظه، بس يلا. كنت بحاول اداري العيب ان انا اضحك. مش تعملوا سبسكرايب؟ تعملوا لايك وكومنت، وبص ظبطوا له الدنيا. ريناد، ايوه، ازيك؟ عامله ايه؟ كله تمام الحمد لله. هبدا معاكي بالسؤال التقليدي. مين هي ريناد محمد؟ ريناد شخص عادي قوي. شخص بسيط جدا. في ناس بتفكر ان ريناد دي شخصية مش احسن حاجة وشخصية وحشة قوي. بس بالعكس، ريناد حلوة من جواها. يعني مش بتكلم بقول كده عشان انا ريناد، بس لا، ريناد حلوة قوي من جواها مم. وسالكة كده. في ناس بتشوف ريناد لا وحشة قوي، بس هي دي ريناد. يعني ريناد بس في كلمتين. عايز اعرف ازاي دخلتي في السوشيال ميديا. ازاي دخلت في السوشيال ميديا؟ كنت في 2019. كنت لسه ما اتحجبتش، كنت بعمل فيديوهات واحطها برايفت على تيك توك. كان ساعتها اسمه ميوزيكلي. مم. جيت عايزه بقى اخش في الموضوع. مامتي شرطت عليا ان انا البس الحجاب لو انا عايزه الموضوع ده، فانا عشان كنت حابه الموضوع فلبست الحجاب. مم. فعملت فيديو ورا التاني ورا التالت لحد ما لقيت الدنيا معايا بقى بتتحول. فولورز يزيدوا، لايكس كتير، في حاجات كده حصلت غريبه في الاكونت انا مبقتش فاهمه ايه هي. بس انا مبسوطه باللي بيحصل. مم. ومن ساعتها بقى من 2019 لحد دلوقتي، والدنيا ماشيه معايا بقى زي ما انت شايف كده. امتى حسيتي انك بقى تتعرف وانت ماشيه؟ لا انا مع ريناد. في 2020 في اخرها كده. مم. لقيت الناس بتوقفني في الشارع بنادوا ونصور. انا بص، هو انا مش عارفه ايه اللي بيحصل. انا مصدومه من الناس لما مم. بتيجي كده تتصور معايا. بس هو كان في نفس الوقت احساس حلو وببقى مبسوطه. انت دخلتي في السوشيال ميديا في سن صغير اصلا ولا؟ اه، كنت صغيره. يعني انا ابتديت اعمل فيديوهات وكده في 2019، فكنت لسه في اعدادي. مم. كنتش لسه دخلت ثانوي. انت عندك كام سنه دلوقتي؟ ليش السؤال المحرج ده؟ انا اصلا ما بقولش سني. خالص ها؟ محدش يعرف سني. طب قولي ولا مش عايزه؟ لا بلاش، خليها كده احسن. تشوفي ان ريناد محمد اللي على السوشيال ميديا هي ريناد محمد اللي بره السوشيال ميديا؟ ريناد على السوشيال ميديا بتبقى مبينه للناس قد ايه ان هي مبسوطه، قد ايه حياتها حلوه. بخرج بروح هنا وهنا وهنا. بس ريناد بره السوشيال ميديا مقفول عليها باب اوضتها وعياط بقى وحالات كده غريبه. بس اهم حاجه عندي ان انا بطلع للناس ان انا قد ايه مبسوطه وفرحانه وحياتي كويسه قوي. مم. بتشوفي ده شيء كويس؟ لا، ما بشوفهوش كويس، بس انا ما مش ببقى عايزه اطلع اوري الناس قد ايه انا زعلانه، قد ايه انا مثلا مكسوره. بحبش اوري حد كده. مم. بس نرجع لورا شويه. نرجع لورا. طفولتك طفولتي. كانت عامله ازاي؟ لا، كانت طفوله حلوه قوي. بس هي كانت شويه متشرده. يعني الناس اللي هم صغيرين بيحبوا يلعبوا في الشارع. مم. معرفش كان ليه كنت بحب العب في الشارع ليه، بس انا كنت 24 ساعه ببقى في الشارع. بس هي كانت حلوه. مم. كانت علاقتك مع الوالد والوالده ازاي في الطفوله؟ انا مش قريبه من بابا خالص. يعني اللي قريبه مني قوي ماما. مم. فانا من وانا صغيره منتميه لماما قوي. ليه مش قريبه من والد قوي؟ آم، مش قريبه منه عشان هو جه في فتره، يعني ما كانش معانا من واحنا صغيرين. فمن ساعتها وانا ما مش قريبه منه. م- هي فتره سنين، هي مش مثلا سنه ولا اتنين، هي كانت سنين. فمن ساعتها واحنا ما فيش بقى بينا اللي هو ايه، اللي هو بابا صاحبي، بابا انا احكي له كل حاجه. ماما هي ماما هي صاحبتي الوحيده مم. من وانا صغيره لحد دلوقتي. لكن بابا احنا كويسين مع بعض دلوقتي، بس مش قريبين برضو. كان رايهم ايه في انك تخشي السوشيال ميديا؟ لا، ماما كانت مشجعاني.
ماما اكتر حد وقف جنبي. كانوا بقية اهلي معترضين، يعني ان انا اخش السوشيال ميديا، وانتي ليه اصلا تخشي مجال زي ده. هما كان عندهم اعتقاد وعندهم فكر ان السوشيال ميديا دي حاجة بشعة، حاجة وحشة قوي، وهتاخدك لسكة تانية. لحد دلوقتي عيلة بابايا هما مش مقتنعين باللي انا بعمله، هما شايفين ان انا بعمله ده حاجة وحشة او حاجة حرام. هما مش مقتنعين ان انا دلوقتي مثلا في حتة حلوة. آم، مثلا السوشيال ميديا فيها جنب مش احسن حاجة، بس انا بعملش حاجة غلط. فاهل بابايا معترضين قوي على الموضوع، لكن اهل مامتي كانوا في الاول شايفين ان الموضوع مش احسن حاجه. بس دلوقتي خلاص بقى، مم. لما شايفين بقى ان ريناد بقت في حته كويسه دلوقتي، وريناد بتعمل ايه، فلا هم شايفين ان ريناد كويسه قوي. لكن الجنب التاني صعبين شويه. ممكن توصفي لي الوالدة في كلمتين؟ في كلمتين؟ مم. هي كل حياتي. مم. هي كل حياتي. ليها تأثير كبير في نجاحك دلوقتي؟ طبعا. اكتر حد وقف جنبي لما انا كنت ببقى مش قادره اعمل حاجه، او مش عايزه اصور ده او اعمل ده، لا هي كانت بتضغط عليا، وكانت بتسافر معايا عشان اعمل حاجات هنا وحاجات هنا. فهي التأثير كله اصلا منها. مم. لو ريناد محمد قابلت ريناد في الطفولة، ممكن تنصحه بإيه؟ تنصح رينات بايه؟ هتقول لها ما تأمنيش لأي حد، ما تديش ثقتك لراجل ابدا. ونقي واختاري الناس اللي حواليكي. وبرضو يعني هتقول لها ان هي ما تخشش السوشيال ميديا، مع ان انا بقول لك دلوقتي انا بقيت في حته تانية. بس لا، ما تخشش. لو هي هتقابلها في الطفوله تقول لها ما تخشيش السوشيال ميديا، لان هي في الاول ما كانتش البدايه حلوه معايا. مم. ليه؟ عشان اول ما ابتديت اتعرف، كان ليا اصحاب كتير قوي من الميديا، بس وكانوا هم مقربين مني، بس اذوني اذوني كتير قوي. وعرفت شخص من الميديا. الشخص ده يعني كلمة دمرني كانت قليلة قوي. يعني لو في حاجة أكتر من دمرني فأنا هقولها. أنا هعيط دلوقتي وآخر الدنيا. لو توجهي رسالة واحدة للشخص ده توجهي له إيه؟ هجيله إيه؟ يعني أنا مش عارفة أقول إيه غير الشخص ده يدوق اللي دوقهولي مليون مرة، لأن الأذية كانت وحشة قوي. مش مثلا مرة، كان كذا مرة. فيدوق اللي دوقهولي و... ويتخزل زي ما خزلني. تتعاملي إزاي أو بتعملي إيه في اللحظة اللي بتحسي إن فيها حد بيأذيكي؟ بضطر ان انا انسحب وابعد عن الشخص ده، عشان خلاص انا هتدمر. يعني لو الشخص ده يفضل يأذي فيا، فانا مش هقدر ان انا مثلا اسامحه بعد كده، او ان انا اصلح معاه الموضوع. لا، هو انا هسحب نفسي، لان انا مش هقدر اتعايش واتعامل معاك. مم. تفتكري أصعب لحظة في طفولتك؟ اصعب لحظة؟ اصعب لحظة كانت آه، لما بابا سابنا ومشي. دي كانت اصعب اصعب لحظة. مم. وأسعد لحظة؟ أسعد؟ اسعد لحظة؟ مم، بص، انا بالنسبة لي اسعد لحظة يعني لما بشوف مامتي مبسوطة. دي مم. تبقى اسعد لحظة بالنسبة لي. بس حاجة تانية غير كده، اهم حاجة عندي اشوفها مبسوطة، فدي بتبقى اسعد لحظة بالنسبة لي. هو الوالد معاكوا دلوقتي ولا؟ نعم. مم. ماشي. جبت لك ورقة بيضة، قلت لك يا ريناد ارسمي لي حالتك النفسية الفترة دي. حالتي؟ مم. هرسم لك نقط سودة، نقط نقط سودة. حالتي النفسية مش أحسن حاجة. مم. هي الورقة هتبقى كلها سودة سودة سودة. ايه السبب؟ يعني ايه اللي يخليها توصل للمرحلة دي؟
في حاجات كتير وفي تراكمات عن حاجات فاتت، مم. او ممكن اقول الحاجة دي خلاص انا مش في دماغي، بس لا، يعني خلاص بيجي عليا وقت ان الحاجة دي تعباني نفسيتي، وانا بقول لا، الموضوع عادي، بس الموضوع بالنسبة لي ما بيكونش عادي، فانا بقى بكله بيتراكم مرة واحدة عليا، فحالتي النفسية بتبقى زيرو. وايه اللي ممكن يخلي نفسيتك كويسه؟ اللي يخلي نفسيتي كويسة، بص انا كرناد لما بعوز ابسط نفسي، يعني انا بخرج نفسي بقى، يعني انا بالنسبه لي اللي بيبسطني الاكل والله. فانا بخرج نفسي بقى، بروح اقعد في اي مكان واطلب اكل كتير قوي، ما اعرفش بقى انا كده بس ولا حد لا، زيي. في ناس كتير كده. لو دخلت جوه ريناد ممكن اطلع منها ايه مميزات وايه عيوب؟ مميزات طيبه قوي، مم. آه، سالكه بشكل انت مش هتتخيله، بس في ناس ممكن تشوف غير كده. قلبي ابيض ما بشيلش من حد، بس لو شخص جه عليا قوي واذاني قوي فانا استحالة، لكن لو انت عملت غلطة عادية فانا مش هفضل شايلها جوايا، لا، هعديها لك عادي. عيوب بقى ان انا متسرعة قوي قوي مم. قوي، ما ما بعرفش امسك نفسي، عن مثلا لو انا متعصبة انا ممكن اكسر الدنيا اللي حواليا دي. مم. بس يعني عيوبي مش كتيرة. اخر مره عيطت فيها امتى؟ 3 ايام. السبب؟ السبب كان ان انا كنت بكلم حد وقال لي كلام ما عجبنيش، فده اللي خلاني اعيط. انت ممكن تعيطي من اقل حاجه اصلا ولا؟ لا مش بعيط من اقل حاجه، بس الكلام لو وحش او مش على هوايا بمعنى اصح، بزعل بقى بعيط. مم. او مثلا حد كان قايل لي حاجه، كنت انا قايله له حاجه، وبعد كده في وسط الكلام جه مثلا عايرني بيها، انت فاهم. بتشوفي ان اصحاب السوشيال ميديا بيبقوا صحاب حقيقيين ولا لا؟ بص مش كلهم، يعني انا في واحده اعرفها من زمان قوي ولحد دلوقتي احنا صحاب قوي وعلى تواصل معاه، مم. لكن اغلبيتهم في منهم ما يتعاشروش، في منهم صعبين قوي قوي، شايفين نفسهم هم اللي صح، شايفين نفسهم ان هم ملايكه ما بيغلطوش، مع ان عادي كلنا بنغلط، بس لا هم شايفين نفسهم ان احنا حاجه والناس التانية حاجه تانية خالص، فلا في جزء كده منهم ما يتعاشروش. علاقتك مع الحب؟ مع ايه؟ الحب. لا لا لا، دي علاقه صعبه قوي، مم. علاقه ما تتحكيش. والله ليه؟ لا، كانت صعبة، دمار. عارف كده لما تجيب سكينة وتروح جاي مقطع 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 كده في الحاجة اللي قدامك، السكينة دي كانت بتقطع فيا أنا، يعني ده تشبيه بالعلاقة. بتتعاملي ازاي في الحاجات دي بقى؟ يعني بتعملي ايه؟ بس أنا عشان بحب الشخص اللي قدامي واللي معايا ده، فأنا طالما أنا متعلقة بيه أنا بفضل أعدي أعدي أعدي، بس أنا عديت لك كذا مرة، مم. بس في مرة بقى أنا مش قادرة أجي على نفسي وأجي على كرامتي وأعدي، انا جيت على نفسي وكرامتي كتير، بس لا المره دي كانت القفله، ما ينفعش. كانت صعبه صعبه قوي. وامتى ممكن تخشي في علاقه حب جديده مثلا؟ عادي والله، يعني انا ممكن الايام دي ما عنديش مشكله، بس المشكله ان انا بخاف ادي الشخص الثقه كلها، بخاف ان انا اطلع لك كل اللي جوايا وفي الاخر انت تخذلني، ف دي فوبيا عندي من اخر علاقه انا كنت فيها، بخاف، يعني بخاف اقرب من حد بسبب الموضوع ده. ايه اللي ممكن يشدك للشخص اللي قدامك انك تحبيه؟ بس انا اهم حاجه الشخص يكون مش عايز مني مصلحه،
وبيحبني كرناد، مش كعايز بقى اي حاجة من الحاجات التانية. لا، انت بتحب الشخصية اللي قدامك عشانها، مش عشان مثلا ميديا، مش عشان شغل، مش عشان اي حاجة من الكلام ده. لا، مم. يعني دي الحاجة اللي انا، الشخص اللي قدامي لو فيه الحاجات دي، لا انت تاخد عيني الاتنين، عشان انا اتلدعت قبل كده. لو اخر لحظه هتشوفي شخص بتعزيه جدا في حياتك، يعني حد انت بتعزيه جدا واخر لحظه تشوفيه فيها، ممكن تقول له ايه؟ شخص بعزه. اخر لحظة زي ايه يعني؟ خلاص، واخر لحظه ممكن تشوفيه فيها. ان هو هيموت يعني ولا مم. هموت؟ مم. طب ليه تقليب المواجع ده؟ لا، ما مش هقوله إن مش عايزاه ان هو يسيبني. عشان لو سابني انا هغرق بجد. لو الشخص ده سابني، انا كل الناس ساعتها هتيجي عليا لو الشخص ده مش موجود في حياتي. مم. ساعتها خلاص، طالما الشخص ده مش موجود، فلا انا ممكن ما اتاكل بمعنى اصح. مين الشخص ده؟ ماما. مم. لو ماما مش موجودة، أنا حياتي هتبوظ، هتخليني اعيط. كملي، عايزك تتكلمي براحتك، قولي براحتك. انا هعيط لو كملت، انت جاي تعيطني. بس ف من القريب ومن الغريب، ماما لو مش موجودة، كان زمان كله واقف ضدي، وكان زماني ما مش في الحتة اللي انا فيها دلوقتي. الله اعلم بقى كنت هبقى فين، بس كنت هبقى في حتة وحشة قوي. بس علاقتك مع الفلوس؟ الفلوس دي بالنسبة لي بحسها زي ورق الكوتشينة، مش دايما مم. بتطير. فما عادي بالنسبة لي، فلوس تيجي او ما تجيش، فهي كده كده في الحالتين بتطير. مش موجودة. السوشيال ميديا ضافت لك فلوس ولا لا؟ اكيد ضافت. مم. ضافت، بس مش الاضافة اللي الناس شايفاها. يعني الناس شايفة ان قد ايه بتوع السوشيال ميديا دول معاهم ملايين، مم. بس لا، بالعكس على فكرة. وعايزة اقولك ان الفلوس اللي بتيجي اصلا من السوشيال ميديا، الفلوس دي ما بتقعدش. يعني انت ممكن تاخد الفلوس دلوقتي، خلاص بعد نص ساعة او ساعة الفلوس مش موجودة، الفلوس كلها بتتصرف. تحس الفلوس فيها عفريت، ما بتقعدش اصلا. بالظبط. بس انا كنت حابب اسالك السؤال ده، انا مش قصدي ان اعرف انت يعني فلوس عموما، بس انا امم بسالك السؤال ده عموما عشان الناس فعلا واخده الصوره ان الناس على السوشيال ميديا ده. الناس معاها فلوس مش طبيعية، والتيك توك بيدخل والانستجرام بيدخل، بس بالعكس. بالظبط. هو بيدخل، انا مش هقول ما بتدخلش فلوس، بس مش اللي الناس فاكراها. يعني انا لسه مقابل واحد، كنت داخل اجيب مكان فعرفني يعني، فقال لي انت اليوتيوب طبعا انت مش عارف ايه، فهم مش عارفين الحته اللي ايوه، ورا لا لا الكلام ده لا، يعني. محدش عارف. بالظبط. الشهره ضافت لك ايه وخدت منك ايه؟ ضافت لي ايه؟ لا، هي ضافت لي حاجات كتير قوي. يعني غيرت من ريناد كشخصيتها. آه، خدت مني حاجات كتير قوي. يعني خدت مني صورة، خدت قلبي وجابت سكينة كده وحطيتها في قلبي. لأن لولا رناد كانت دخلت في السوشيال ميديا والشهرة، رناد كانت هتبقى كويسة من جوه، ما كانتش هتبقى مكسورة، ما كانتش هتبقى مجروحة بمعنى أصح. بس لو طلعنا قلبك قدامك كده وقلنا لك قولي له رساله واحده او قولي له كلمه مثلا. هقوله ليه؟ هقوله ليه؟ آه ليه اديته لحد غلط، حد ما كانش يستاهل قلبي اصلا. مم. هقوله ليه؟ 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 لو بايدك ترجعي لحظه واحده في حياتك، يعني هي لحظه واحده ترجعي، ايه اللحظه اللي ترجعي؟ لحظة اختياري ل-
الشخصيات كانت في حياتي. اللحظة دي اللي هو انا هقف كده مش هختاركوا اصلا. مم. اتخذلت كتير؟ ايه متعدش كتير قوي، من القريب ومن الغريب. كانت معركة. كانت صعبة. تشوف ان صعب تدي الثقة، يعني لما حد يتخذل كتير صعب يدي الثقة لحد تاني حتى لو الشخص ده ملوش ذنب؟ اه، لان ده اللي انا فيه دلوقتي. مم. ما مش عارفة ادي الثقة لأي حد. من صحاب بقى، الحب، حاجات كتير قوي مش عارفة اثق في الناس اللي قدامي. مم. بس بتشوفي ده صح ولا غلط؟ غلط، عشان مش بمعنى اصح صوابع ايدي مش زي بعض، ففي ناس ملهاش ذنب. مم. فليه ما اديش نفسي فرصة ان انا اعرف الشخصية اللي قدامي؟ بس لا، مش قادرة، ما مش قادرة عشان طاقتي خلصت خلاص. مش قادرة بقى ان انا اقعد بقى اعاني من الاول وحد يجي يخذلني تاني. فبفكر الف مرة قبل ما ادي الشخص اللي قدامي ده الثقة. لو الزمن رجع بيك الوقت قبل ما تخش في علاقة الحب اللي كنت فيها دي هتخشيها تاني ولا لأ؟ مم. نهائي. نهائي. لان العلاقة دي خدت مني حاجات كتير قوي، خدت وقت ومجهود وخدت حاجات كتير قوي، فاستحالة. هو شخص معروف على السوشيال ميديا؟ ما مش حابة اتكلم في الحتة دي بصراحة. مم. مش حابة اتكلم في الحتة دي. امتى حسيتي انك ضعيفة؟ مم، لما اتخذلت من اكتر شخص في الدنيا كنت حاطة ثقتي فيه. مم. حسيت حسيت ساعتها ان انا ولا حاجة يعني، ان انا ضعيفة. لو في كلمة اكتر من كلمة ضعيفة دي انا، عشان كنت حاطة ثقة كبيرة قوي، فما كنتش اتوقع ان الخذلان يجي من الشخصية دي. لما بتحسي انك ضعيفة ايه الحاجة اللي ممكن تعمليها؟ في باب اوضتي على نفسي وبنام. يعني دي الحاجة اللي انا بعملها على طول، اللي هو انا ضعيفة ما فيش في ايدي حاجة ان انا اعملها او اتصرف في الموضوع ده ازاي. فاقفل الأوضة على نفسي وانام. ممكن انام بين يومين عادي وما اصحاش، بس عشان انا مش عارفة اتصرف، مش عارفة اعمل ايه، حتى مش عارفة افكر. مم. كنا سألنا أصعب لحظة في طفولتك، احنا عايزين دلوقتي أصعب لحظة في الفترة اللي عدت عليك في دي. الفترة اللي عدت عليا مم. كانت هما يعني في موقفين بس. وفاة جده كانت مأثرة عليا، وكانت أصعب لحظة عدت عليا، لأن كان بالنسبة لي جده ده كان بابايا يعني. مم. فدي كانت اللحظة صعبة على الكل، مش عليا أنا لوحدي. والتانية بقى اللي هو في شخصين دول أنا كنت بعتبرهم يعني أقرب الناس ليا. الشخصين دول يعني طلعوا وحشين قوي. كنت محطاهم في حتة تانية خالص، بس طلعوا وحشين. اللي هما داخلين حياتي عشان يأذوني يدمروني. مش داخلين حياتي عشان ريناد، لا، احنا داخلين لهدف معين، بس ان احنا ندمر فيكي. لو جدك بيسمعك دلوقتي وهتقول له كلمة دلوقتي تقول له ايه؟ كده. تقول له ايه؟ آه، كنتش تمشي، لان بعد ما مشيت في حاجات كتير قوي باظت. انت بص، شايف بتعمل فيا ايه؟ ولو الشخصين اللي انت قلتي عليهم دول سامعينك برضه تقول لهم حاجة، تقول لهم ايه؟ مش مسامحاهم، مش هقدر اسامحهم. و... وبرضو لحد ما اموت كمان أنا مش هقدر اسامح الناس دي. يعني هموت وانا مش مسامحاكوا اصلا. أم- اذوني قوي، فمش قادره اللي هو اتخطى الموضوع. مين الناس اللي المفروض نطردهم من حياتنا؟
الناس اللي على طول بيحسسونا ان احنا ولا حاجة، بيقعدوا يقللوا من الشخصية اللي قدامهم، اللي هو مع ان الشخصية دي ما بتعملش حاجة وحشة يعني، بس لا، اللي هو عايز يكرهك في نفسك وخلاص. اللي هو ايه ده، الجاكيت اللي انت لابسه ده مش احسن حاجة، مع ان الجاكيت اللي انت لابسه ده تحفة، ما حاجة حلوة قوي، بس لا، اللي هو انا هفضل اكرهك في نفسك. فالشخصيات اللي زي دي ما ينفعش ابدا تكون في حياتنا. اكتر كلام جارح اتقالك عمرك ما تنسيه؟ ينفع ما اجاوبش؟ والنبي مش عايزة اجاوب. اتقال لي كلام كتير قوي من كذا حد يعني كان في حياتي، بلاش احسن اجاوب يعني، خلينا نسكيب السؤال ده، والنبي خلينا نسكيب السؤال ده. لو اخر لحظة في حياتك ممكن تقولي ايه لنفسك؟ اخر لحظة في حياتي، هقول لنفسي ان انا قد ايه قوية قوي، وبرافو عليا ان انا استحملت كل اللي فات. لان بجد بجد الكلام ده مش اللي هو بقى بشكر في نفسي، لو راجل عدى باللي انا عديت بيه مش هيستحمله، لان أنا عديت بحاجات صعبة قوي، غير بقى الخذلان بقى واللي هو كسرة من الصحاب والحب والكلام ده، في كده حاجات ورا الكواليس محدش يقدر يستحملها. اللي هو انا بجد برافو عليا. بتشوفي ان ده بيبقى من لو انت مش في السوشيال ميديا كان ده حصل ولا لا؟ لو انا مش في السوشيال ميديا، اه. لا هو كان هيحصل، بس السوشيال ميديا على فكرة في جزء كده منها ساعدني في حاجة بس. مم. قصدي ان السوشيال ميديا دايما بيبقى عليكي العين، عليك النظر، انت فاهمه، بتبقى الناس كلها واخده بالها دي بتعمل ايه بتعمل ايه، فده بيبقى ليه سبب معين ولا لا ملهاش علاقه؟ ملهاش علاقة، انا بشوف ملهاش علاقة. اكتر حاجه بتكرهها في السوشيال ميديا؟ اكتر حاجة بكرهها كومنتات الناس وكلام الناس اللي ما بيخلص. مم. يعني ممكن انا اكون منزله حاجه دي حلوه قوي، ممكن كذا حد يخش ينتقدني، كذا حد يخش مثلا يقول لي، هو ايه لبسك ده، هو ده حجاب؟ فعلى فكره يا جماعه عادي، مش انا الوحيده اللي بعمل كده، وانا ما بقولش ان انا لابسه الحجاب صح عشان انتوا تنتقدوني. لما اطلع واقول ان انا لابسه الحجاب صح يبقوا انتوا تنتقدوني. فانتقادات الناس تبقى وحشه قوي، بيبقى في كلام جارح، مش اي حد يستحمل الكلام. يعني انا اعرف ناس نفسيتها بتتعب قوي بسبب كلام الناس بتاعت السوشيال ميديا. بتأثري بالموضوع ده ولا عادي؟ لا انا ما بتاثرش بالموضوع ده، لان بالنسبه لي انا ماشيه كده بقاعده اللي هو كلام الناس مش بفلوس، الكلام ببلاش. مم. فانا عادي، ما الكلام ده مش بيتاثر. لو خيروك تكدبي ولا تكتشفي الناس اللي بتكذب حواليك؟ إيه لا، اكذب، لان انا لو اكتشفت الناس اللي بتكذب حواليا انا هخسر كل الناس، مم. ما مش هيبقى حواليا حد. ف ان انا اكذب، لكن انا لو اكتشفت اللي حواليا لا، هيبقى الموضوع صعب قوي. ممكن اموت لما اكتشف اللي حواليا، فابقى على عماية احسن بمعنى صح. لدرجة انت مش عارفة تقابلي حد في حياتك حاسة ان هو كده؟ لان مفيش حد كده، خلينا متفقين وحاطين كده قاعدة ان مفيش مم. حد. خلاص مش قادرة مش قادرة خلاص. لو بإيدك تدرسي درس لكل طفلة، تدرسي لهم درس واحد، يكون درس ايه؟ اه درس اتعلمتيه في حياتك عموما. ما يعملوش زي ما انا كنت بعمل، ان انا ادي ثقة لاي حد. مم. ده الدرس اللي انا هديهولهم، هفضل مثبتة قوي فيه وانا بديهولهم كمان. ما يتسرعوش في قراراتهم، مع ان انا كنت بتسرع في قراراتي قوي، وممكن لحد دلوقتي بتسرع في القرارات بس مش زي الاول. مم. بس هنلعب هنلعب. لعبة كروت كده.
ربنا يستر. عايزك تاخدي في المطية انتي، بس ما تبصيش على السؤال. طيب ماشي. تمام. اكتر حاجة بتخافي تواجهيها؟ الموت. مم. بخاف بخاف اواجه لو حد مثلا غالي عليا قوي، لو حد مني قوي جالي مثلا خبر وفاته، فبخاف اواجه الموضوع ده قوي فقدان صعب صح. قوي، اذا كان حي او ميت بقى. عامه الفقدان صعب. بتتعاملي ازاي مع الفقدان دي؟ انا ما مشكلتي لما بتعلق بحد ما بعرفش انساه بسرعه، لا بيفضل في دماغي على طول. يعني انا ممكن اقعد سنه او سنتين لحد ما انسى الشخصيه دي، واقعد كل يوم اعيط عليها. بس الموضوع دلوقتي بقى اختلف معايا، كان في الاول بقى الكلام ده. يعني صعب كده. تاني. مم. لو قدامك فانوس سحري يحقق لك 3 امنيات، يكونوا ايه؟ 3 امنيات. آم، لا انا امنياتي كتير قوي. قولي بقى. ممكن اول امنيه مثلا ان انا ما اقعدش هنا. اقعد مثلا اطلب ان انا اقعد في حته تانية خالص، مم. مش شرط في اسكندريه او في مصر مثلا. تاني امنيه مثلا ان انا اكون في حته تانية في شغلي، غير الحته اللي انا فيها دلوقتي. مم. آه، حته احسن من كده بكتير. ممكن الناس تشوفني طماعه، بس لا مش طمع. تالت واحده بقى ان انا اجيب عربيه. ان شاء الله باذن طماعه. الله. يلا طماعه حبيبي. غير هناك. يا رب نكون سألنا. اتسأل برضو. تسامحي شخص سبب ضرر بحياتك ولا لا؟ استحالة لو الشخص ده جه قدم لي فروض الولاء والطاعة. مم. استحالة. مينفعش. طالما سبب ضرر كبير قوي في حياتي فلا، مش هقدر. انت في طبعك اصلا بتسامحي ولا لا؟ بسامح، بس لو الغلطة كانت عادية تتعدى. مم. في ناس الغلطة تبقى عادية وما بتعديهاش، لكن انا عادي بعدي. لكن لو الشخص ده ساء في الموضوع وفضل كل شوية يغلط يغلط ويأذي فيا، فلا خلاص انا مش هقعد طول حياتي ليك انت بقى. مم. اسحب اخر واحدة. ربنا يستر. تؤمني بفكرة انسان ينسيك انسان؟ لا، وده غلط. ما مش بقتنع بالفكرة دي خالص. بحس ان مم. انا بظلم الشخص التاني. يعني انا دلوقتي في شخص، انا لسه مثلا مفركشه مع شخص وجالي شخص تاني، والشخص اللي انا فركشت معاه ده لسه في دماغي. فلا انا كده ببقى بظلم اللي قدامي، وهعمل فيه زي ما الشخص التاني عمل فيا. فليه؟ شوفي ايه اللي بيخلي الراجل قدامك من غير هيبة، ولا ما عندوش هيبة من وجهة نظرك انت؟ لما ما يكونش عنده شخصية ويبقى اي حد بيمشي كلمته عليه، مم. بالذات الستات. دي سعيدة تقولي لا مش هكمل. ايه؟ سعيدة تقولي لا مش هكمل في دي ده. مش هقدر اكمل. بس انت مالكش شخصية خالص كده، و... وانا ما مثلا يحصل لي موقف انت مش هتعرف تتصرف فيه، فعلينا من ده بايه بقى؟ مم. بس لحظة كل ما تفتكريها بتندمي. لحظة ان انا لما بدي امان لحد يخش حياتي، وبعد ما بيخش حياتي بكتشف ان انا كنت غلطانة من الاول ان انا ادخل الشخص ده حياتي. عامة انا بتكلم عامة يعني. في اللحظة دي أنا كل ما بفتكرها بندم قوي، لان في شخصيات انا دخلتها حياتي وما كانش تستحق ان الشخصيات دي تخش حياتي.
مش في ده بيبقى غلط منك انت من الاول ولا انت اه ده غلط مني انا، لان الشخصيات دول كان بيجي يتقال لي بلاش، وانا لا، انا ما بصدقش ان هو بلاش غير لما انا بقى بجرب بقى واتلدع، فساعتها بقى بشوف ان لا ده بلاش. امتى ممكن تتأثري نفسيا؟ في الوقت اللي احنا فيه ده يعني آه لو اتعاد عليا تاني نفس اللي انا مريت بيه، يعني انا عملت موف اون من حياتي اللي فاتت دي عامه بعد وقت طويل، هيبقى صعب قوي ان انا اعيد ده تاني. اما انا اصح لو اتخبطت خبطه خلاص هتجيب اجالي. اغرب حلم حلمتيه في حياتك؟ اغرب حلم كنت بحلم ان في حد شخص كان في حياتي يعني، كان كنت قاعدة وجا من ورايا جاب سكينة وراح. بجد والله؟ والله العظيم ساعتها قمت مخضوضة قوي، اللي هو انا مش عارفة ايه اللي بيحصل ده. انا كنت بفتكر يعني ان ده بجد، فبعد كده ما قمت بقى لا انا ده حلم بقى. ساعتها استغربت قوي. صعبة. صعبة قوي. لونك المفضل؟ اسود. ليه السبب؟ بحب الاسود قوي، وبحس اللون ده في جزء يعني من حياتي. فلا بس ليه يا ستي؟ والله لا انا بحب الاسود من زمان قوي، حتى اغلبيه لبسي اسود. وحيوانك المفضل؟ وايه؟ حيوانك المفضل؟ كلب. السبب؟ لا والله مفيش مفيش. سبب ولا لا بس هو الكلب وفي قوي، مم. يعني انا عندي كلب، فكلب وفي قوي، يعني انا لما بقعد مثلا اعيط الاقيه جنبي وقاعد بيعيط على عياطي، فاحسن من صحابي بصراحه. اخر سؤالين. ماشي. نفسك تقولي لمين انا اسفه؟ لنفسي، اقول لنفسي انا اسفه على حاجات كتير قوي، على الاذى النفسي اللي انا تعرضت له، الكسره والخذلان، اسفه على ان انا دخلت شخصيات كتير في حياتي، الشخصيات دي مكانش ينفع تبقى موجودة أصلا، اسمي اتربط باسمهم عامة يعني. ف أسفة على حاجات كتير قوي بصراحة يعني لنفسي. طب مصمم تخليني مروحة معايا. اكتر درس اتعلمتيه في حياتك؟ أكتر درس، بص أنا اتعلمت دروس كتير قوي، بس الدرس اللي معلم فيا اللي هو آه ما ينفعش ادي كل حاجة لحد، ومرة واحدة الحد ده يجيب، هقولك يجيب زي مية نار ويكبها عليك كده. فمن ساعتها وانا اتعلمت من الشخصية دي حاجات انا ما كانش ينفع يعني امر بالحاجات دي في السن اللي انا كنت فيه ده. فالشخصية دي عامة ادتني درس محترم، ادتني درس في ان انا لحد الوقت اللي احنا فيه دلوقتي اللي انا قاعده معاك فيه ده، انا مثلا مش عارفه اثق في محمود اصلا، مش عارفه مثلا بعد ما امشي محمود هيتكلم عليا وهيقول ايه عليا ولا عادي، ولا محمود شخص كويس. لا، ف الشخصيه دي ادتني درس وادتني شهاده تقدير مع الدرس. ريناد محمد في كلمة واحدة؟ كلمه واحده؟ كلمتين؟ كلمتين. براحتك.
لو في كلمة واحدة نقول شخصية بسيطة، دي رنات. مم. بسيطة قوي بقى، بحب البساطة، ما بحبش حاجات كده. في ناس بتحب الحاجات لا، عايزة مثلا تجيب حاجات بفلوس كتير، تلبس مثلا براندات. يعني انا كرنات، انا لو لقيت مثلا حاجات مفروشة على الرصيف بتتباع وعجباني هجيبها مم. وهلبسها، والناس تسألني عليها كأنها من براندات، بس لا، بقول ان الحاجة دي من حتة كذا. مم. عادي، ما عنديش مشكلة. في ناس بتكسف قوي من الحتة دي. لا لا. عادي، عادي. انا اتبسطت جدا، انا اكتر. والله اتبسطت جدا. ما انا تزعلش بقى اكتر. احنا هنتناقش. لا خلاص، لا ما كانش قصدي بس انا عادي. اتبسطت والله جدا يعني. تسلم.